اوعى تعمل ده وانت بتصب كونكريت. عملت قطعة كونكريت وطلعت مش مظبوطة معاك؟ تعال أقولك على أشهر الأخطاء اللي ممكن تخرب شغلك واللي لازم تتجنبها عشان تطلع قطعة بشكل احترافي من أول مرة. رقم واحد: الخليط بينشف معاك بسرعة، وده بسبب إن كمية المية قليلة في الخلط مع الكونكريت، فأنت لازم تلتزم بتعليمات الاستخدام المدونة على العبوة. رقم اتنين: بيظهر معاك بابلز في القطعة بعد الصب، ده بسبب إنك قلبت بسرعة ومفرغتش الهواء من القالب بعد الصب، فأنت لازم تقلب بهدوء، وبعد ما تصب الكونكريت في القالب تخبط القالب على سطح صلب علشان البابلز تطلع. رقم تلاتة: القطعة بتتكسر أو بتتفتت معاك بعد ما تنشف، وده بسبب كمية المية كانت كبيرة أو ما اتمزجتش كويس مع الكونكريت، فأنت لازم تلتزم بتعليمات الصب الموجودة على العبوة، وتلتزم بنسبة الخلط الصح، وتقلب كويس جدا لحد ما الخليط يكون متجانس معاك تماما. لو عايز بقى نصايح كتيرة في مجالات مختلفة تقدر تتابعنا، هتلاقينا بننزل نصايح هتقدر إنها تساعدك في المجال بتاعك، ولو عندك أي سؤال ابعت لنا في كومنت أو في رسالة وهنرد عليك.